أنه أوصى بعلي أن يكون وليا من بعده. يا أخي هذا ليس وصية، إنما حديث لماذا قال حديث؟ إنما حديث، اسمح لي من فضلك، لماذا قال هذا الحديث؟ إنما أنت تختلف بمعنى الولي. أبدا، بمعنى الولي أنت تختلف. أنا أختلف. أنا أقول أن الولي هو الحاكم. لا 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 لا، وهؤلاء الولي ليس حاكم. الولي بالعربية لا تعني الحاكم إلا بالقرينة. ولي الأمر، ولي البيت، ولي الأمر ماذا يعني؟ ولي الأمر هذا قرينة. ولي الأمر ماذا يعني؟ يا أخي ولي الأمر غير الولي. الأمر يا دكتور موفق، أنت رجل عربي. ولي الأمر غير الولي، الولي غير الوالي. ولكن هذا الحديث لماذا قاله الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لأن الآن تقرأ نية الرسول. لا واضح. شان نزول الحديث. الحديث هو واضح يا أخي. الحديث واضح، ولكن الشيعة حرفوا الحديث. حديث لما شتم سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، لما أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليمن لجمع الزكاة، هناك بعض الناس حدث خلاف بينهم وشتموه. وصل هذا الخبر للرسول صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك، وليس هذا الحديث وهذه القرائن كلها أنه بلغ ما أنزل إليك فإن لم تفعل فهو، هذه كلها افتراءات وأكاذيب وغير صحيحة. ولذا لماذا قالها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لم يكن هذه وصية، إنما درءا للفتنة. دقيقة، أنا أريد إذا تستمر بهذه الطريقة افتراءات وأشارات، اطمئن يا أخي. الحديث سوف لا يكون رمضانيا، وسوف لا يستمتع به الأخوة المؤمنين. حضرتك تقول موجود في البخاري. شوف، حضرتك تقول موجود في البخاري. وين البخاري؟ أنا تقول موجود في مسلم. أنا أتحدى يا دكتور موفق، أنا أتحدى لو تأتي بهذا الحديث من البخاري أنا من غدا الشيعة. إيش رأيك؟ طيب لحظة بس. ولكن يا أخي تكملة الحديث. هذا الحديث قيل لأن سيدنا علي رضي الله عنه شتم وصب في يمن، والنبي صلى الله عليه وسلم درءا للفتنة قال هذا الحديث في غدير خم، وليس في مكة. طيب لحظة بس. لحظة بس قبل ما نيجي لحسن مكي، عاوز أعطيك فرصة حتى توضح الفكرة هذه. تقول أصل الخلاف الشيعي السني في حياة النبي، يعني أصلها في الخلاف حول ولاية علي بن أبي طالب. هذا موضوع مهم جدا في فهم الدين. نعم. خذ دقيقتين ثلاث اشرح النقطة دي مرة أخرى للمشاهدين الأعزاء. يا دكتور، كان الإمام علي يعني هو نزل الوحي. نزل الوحي القرآني في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعيش معه فاطمة وعلي والحسن والحسين. فنزل الوحي. هذا بيت النبوة. هذا هو الذي الله عز وجل طهرهم تطهيرا. هذا بيت النبوة. فهذا بيت النبوة هو أعرف بمداخل الرسالة وبشروط يعني الرسالة وأسباب النزول وتفاصيل وتفسير القرآن. تفضل اتكلم مع السلمى. نعم تفضل. يعني هذا الذي هو يعني الذي أقوله. ما أقول يا شيخ أن علي كان على مقربة من الرسول. ألم يكن غيره على مقربة؟ لا اسمعني أكمل. كان صبي. أنا ما قطعتك. تفضل. شوف يا أخي، علي كان صبي عمره 10 سنوات، وهو أول من أسلم. يعني نعم، أول من أسلم من الصغار، وأول من أسلم من الكبار سيدنا أبو بكر. إنما الخلاف ومن النساء سيدة خديجة. الخلاف هو على النص، أن هناك نص وأنت اعترفت أن الرسول قال هذا النص، إنما أنت تريد أن تفسر. لا عجيب. لا أنت اعترفت بالنص يا أخي. لكن هو لا هو أنا أقول أنتم حرفتم النص. معذرة بهذا الكلام. سيدنا علي، هذا اتهام لسيدنا علي. إذا كان خلافته أنت سويت علي مع معاوية. لا أنت سويت معاوية. شوف، هذه مرحلة لاحقة. هذا اتهام لسيدنا علي. من يقول بالنص وسيدنا علي يعرض عن النص ويبايع من انتخب بالشورى من المسلمين، فهذا اتهام لسيدنا علي. طيب لحظة. لا أنا أجيك. أنا أريد على كلامي. أنا أجيك لحظة. خلينا ناخذ بس حسن مكي في الجزء الأول من هذا النقاش. الأمر بصراحة شديدة يعني أعقد مما عرضته لنا في بداية الأمر. يعني يمكن أنت بصراحة حاول تمشي للمجردات. هل نص النبي صلى الله عليه وسلم في حياته على أن يكون الحكم من بعده للإمام علي أم لا؟ هو أنا رؤيتي للأمر مختلفة. النبي صلى الله عليه وسلم في تقديري وفيما تعلم وفيما في تقديرك وفيما قرأت وما علم. نعم، في تقديري أنه ترك الأمر أمر الإمامة بين للمسلمين ليختاروا من يشاء. ولكن
أنا بالنسبة لي للسنة بدأت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. السنة بمعنى مجتمع عنده أصول وعنده قواعد، ولا الشيعة بدأت عند النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في مرحلة معينة من التاريخ حينما بدأ الذين يقعدون الأمور ويؤطرون لها، كلهم بدأ ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويحاول أن يقعد لمنهجه ويقعد لطائفته ويقعد لجماعته. ودليل على ذلك الآتي: أولا أهل السنة نفسهم ما بينهم من الخلافات يمكن في بعض أشد ما بين ما يسمى اصطلاحا سنة وشيعة. يعني أخذ المتصوفة مثلا، وهم والمتصوفة وتصوف ظاهرة سنية. التصوف ظاهرة سنية. أنا أتكلم من ظاهرة اجتماعية تاريخية، أنا رجل متخصص في التاريخ. فالمتصوفة مثلا يتكلمون عن الأقطاب والأبدال، ويتكلمون عن القوس، والسند عندهم والسند الصوفي، والسجادة تبدأ من خليفة إلى خليفة وتنتهي في الغالب مثل الشيعة في العترة النبوي عند سيدنا علي. ولذلك تجد مثلا السلفيين أشد الناس على المتصوفة، يكفرونهم، رغم أنه العالم نحن في أفريقيا معظم المسلمين الأفارقة متصوفة. طيب، يعني هذه نقطة مهمة جدا حتى البلوى. والتشيع نفسه والتشيع نفسه مدارس مختلفة، يعني ناس يؤمنون بوكيل الإمام، وناس يعتقدون أن المهدي سيأتي بطريقته، ولفظ المهدي موجود عند المتصوفة وموجود عند السنة بطريقة وموجود عند الشيعة بطريقة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما رحل من هذه الدنيا كان المجتمع الإسلامي والصف الإسلامي كالبنيان المرصوص، لم يكن هنالك خلاف، ولم تكن كلمة سني بهذا المعنى معروفة وكلمة شيعي معروفة، وإنما القرآن نفسه يخاطب إما يا أيها الناس أو يا أيها الذين آمنوا، يا الذين تابوا، المسلمون، المسلمين الذين أسلموا، وهكذا. خلينا في النقطة الرئيسية. أنت قدمت جوابا على سؤال مهم. لحظة، اللي هو الأول، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعين الإمام علي خليفة من بعد. هل تقول هذا الأمر؟ نعم، قلت هذا الأمر. نعم. طيب دكتور موفق، لحظة، أنا أجيك أنت على موضوع الصفة حج، بس ما عايزين ننحرف الآن عن الموضوع الرئيسي. خلينا ناخذ النقطة هذه الأولى. دكتور حسن، كيف ما هو دليلك إذا؟ إذا قال لك البلوشي، حتى الحوار يمشي أمام، قال لك من كنت مولاه فهذا وليه، قال لك وليه لها معاني أخرى كثيرة لا تعني الحكم، هذه لا تعني أيها الناس اجعلوا عليا خليفة من بعدي. فهل لديك دليل آخر تثبت به أن النبي صلى الله عليه وسلم عين الإمام علي إمام من بعد؟ يعني أنا حقيقة قبل لا أرد على هذا السؤال أحب أنه أوضح اللي تفضل به الدكتور حسن، أنه قال أنه ترك الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين لكي يختاروا. أنا لا أعتقد أن المسلمون في ذلك الوقت وصلوا من النضج يعني الرسالية بحيث أنه تترك لهم هذه الأمانة العظيمة، هذه الرحمة، الرسالة الإسلامية. إنما يعني الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يؤمن هذه الرسالة ويأتمن عليها أقوى المسلمين، أكثر الناس ثقة، هو يثق به، ابن عمه من بيته. هاي الرسالة ائتمنها بنصا، وهذا حقيقة نص واحد من نصوص مختلفة، يعني من نصوص كثيرة ترد في يعني